تركي آل الشيخ يكشف كم وصل سعر تذكرة فوق الخيال حتى الآن في مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ونجوم باريس سان جيرمان. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نعرف نوصل لكم كل جديد. أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن السوم في المزاد العلني على شراء تذكرة فوق الخيال لحضور مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ونجوم باريس سان جيرمان ارتفع إلى 2 مليون ونص ريال، عرضها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز بغلف عضو شرف نادي النصر. ويحظى المزاد بتنافس شديد بين رجال الأعمال، حيث يذهب ريعه لصالح منصة إحسان الخيرية. وقال المستشار تركي آل الشيخ أن الفائز بالتذكرة سيحصل على ميزات خاصة وفريدة خلال المباراة، منها حضور اللقاء بجوار معاليه والنزول معه لغرفتي ملابس الفريقين وتتويج البطل الفائز بالكأس والتصوير معه في صورة تذكارية وحضور العشاء الخاص بالفريقين. وينتهي المزاد يوم 17 يناير حيث يعلن عن الفائز بالتذكرة. وكان المزاد قد بدأ بمبلغ 1,000,000 ريال ودخله المستشار تركي آل الشيخ بمبلغ 2 مليون ريال ليرفعه رجل الأعمال عبد العزيز بغلف إلى 2.5 مليون ريال. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو، وإن أتممت المشاهدة ففضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم جديد.